عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد. وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. كنا ذكرنا في درسنا الماضي بما سبق معنا في كتاب الشيخ العلامة رحمة الله عليه ببيان بعض المسائل المهمة المتعلقة بالتوحيد وبدين الله عز وجل، ومن ذلك مفهوم الألوهية، معنى الألوهية في شريعة الإسلام. وكان خلاصة الكلام فيما ذكرناه أن معنى الألوهية راجع إلى العلم بالله والعمل لله. العلم بالله هي معرفة الله عز وجل معرفة تامة كاملة من خلال أسماء الحسنى وصفاته، وهذا أساسه ما ذكرناه سابقا أن عقل الإنسان إذا تأمل في الكون أدرك بأن لهذا الكون خالقا، لكن يعجز عن معرفة هذا الخالق، وهو يتطلع في نفسه أن يعرف الخالق، ما صفاته، من هو، ما ذاته. هذه تساؤلات لا يدري نفس الإنسان، فإدراكه لهذا الأمر يستحيل، لا يمكن أن يصل إليه. فجاء في القرآن أجوبة عن مثل هذا، فجاء القرآن مليئا بذكر أسماء الله وصفاته، يعرفنا بالله سبحانه وتعالى لنتعرف على الله عز وجل، فيعرف العبد ربه سبحانه وتعالى، ويعرف المخلوق خالقه، ويعرف المتأله يعني المتعبد إلهه، فنعرف خالق السماوات والأرض بأسمائه وصفاته. وهذه المعرفة تزيدنا إيمانا، تزيدنا يقينا وثباتا. أما إذا لم يعرف الإنسان ربه حق المعرفة فإن إيمانه سيكون يعني ضعيفا ويكون معرضا للشبهات. لكن الذي يعرف صفات الله عز وجل ويقف مع معانيها ويفهمها ويرى آثارها وتجلياتها ويعرف ما تتطلبها من أسماء هذه الصفات، فإنه يزداد إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا كان من أعظم أسباب زيادة الإيمان، مطالعة أسماء الله وصفاته. كل هذا في القرآن، كل هذا في القرآن. يعني أنت لا تحتاج كتاب، إن كان هذا باب مستقل في الحقيقة، هذا باب مستقل من أبواب العقيدة الإسلامية، وهو باب الأسماء والصفات. والعلماء أفردوا فيه كتبا، يعني كتب خاصة في هذا الباب، جمعوا أسماء الله الحسنى وشرحوها وبينوا معانيها. فليحب الإنسان يقرأ في مثل هذه الكتب جيد، لكن إذا كان الإنسان ربما لا يصل إلى هذه الكتب فنقول عليك بكتاب الله. ما دمت مرتبطا بكتاب الله ففيه بيان كل شيء. ما دمت قارئا تاليا لكلام الله عز وجل إذا لابد أنك ستقف في أسماء الله وصفاته، لكن لابد أن تجمع إلى هذه القراءة
تدبرا أو تجمع إلى هذه التلاوة فهما حتى تفهم مراد الله سبحانه وتعالى. إذا مفهوم الألوهية في الإسلام قائم على هذين الأساسين. الأساس الأول علم بالله، وقلنا هذا الأساس ناشئ وهو نتيجة أن العقل البشري قاصر غير قادر على إدراك ومعرفة الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن أبدا لو ترك الإنسان وحده لا يمكن أن يصل إلى هذا العلم، وإنما سبيل ذلك القرآن. بل قلنا إن الإنسان يتطلع إلى ما هو أكثر من هذا، ليس مجرد المعرفة بالأسماء والصفات، بل الإنسان بطبعه أنه يتطلع أن يرى الله سبحانه وتعالى، أن يرى الله عز وجل. وهذا طبعا لا حرج فيه، لا حرج فيه أن يذهب الإنسان في رؤية ربه سبحانه وتعالى، بل هذا مطلوب. ولهذا سأله موسى عليه السلام، ولو لم يكن جائزا لما سأله موسى عليه السلام، وإنما منع موسى من رؤية الله سبحانه وتعالى، منع موسى من رؤية الله سبحانه وتعالى. طيب الإنسان متطلع لرؤية الله، أيمكن ذلك في الدنيا؟ لا يمكن ذلك. أما في الآخرة فإن الله عز وجل وعد بذلك. إذا مبتغى هذا الإنسان سيتحقق متى؟ في الآخرة، لكن بشرط إذا كان ممن رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ينظر إلى وجه الله. إذا كان من الذين أحسنوا، أما إذا كان عيانا بالله من أهل الكفر والإلحاد والإشراك هذا يحرم رؤيته وجه الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان موعود بمثل هذا. طيب حتى يصل إلى تحقق هذا الذي وعد به عليه أن يمر من طريق، وهو طريق الإيمان بما أخبر الله عز وجل به في كتابه من أسماء الله وصفاته وما جاء الإخبار به في كتاب الله، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن قائلا يقول لنا يا ابن آدم قد تطلعت بعقلك وتشوفت بنفسك إلى رؤية خالقك وخالق الناس أجمعين والخلق أجمعين، ولا عتب عليك في ذلك أن تعرف ربك وتعرف من تعبد. نعم، لا عتب عليك في ذلك، لكن إذا أردت أن تتحقق بهذا الأمر وأن تصل إلى رجائك في هذا الأمر فإن له سبيلا واحدا، وهو أن تؤمن بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وأن تصدق بكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان الأساس الأول للألوهية لمفهوم الألوهية، وهو مفهوم خطير لأنه متعلق بسبب وجود الإنسان. فالانحراف فيه انحراف عن الغاية التي لأجلها خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشد الضلال الذي يصل إليه الإنسان أن يضل الإنسان عن عبادة خالقه وأن يعبده إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أشد الضلال الذي يكون في الإنسان. قد يضل في أمور كثيرة، لكن أقبح أنواع الضلال أن يكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى، أن يتوجه بقلبه ونفسه وأعماله إلى غير الله عز وجل. فهذا الأمر لابد من تحريره، لابد من فهمه، لابد من العلم به أشد العلم حتى نكون على بينة من أمرنا ولا تزل أقدامنا. الأساس الأول هو العلم بالله، أي معرفة الله. والأساس الثاني في مفهوم الألوهية في الإسلام هو العمل بالله. عندنا علم بالله وعمل لله. ما معنى عمل لله؟ أي أن العبد الذي عرف ربه سبحانه وتعالى وأيقن يقينا تاما بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، فإن الواجب عليه أن يتعبد لمن علم صفاته ومن علم أسماءه وهو الله عز وجل، أن يتوجه لهذا الخالق بالعبادات التي شرعها، بالأعمال التي لا بد أن تصرف إليه، وأن يصرف إلى ذلك قلبه ويصرف إلى ذلك أعماله، فيجعل كل أعماله لله سبحانه وتعالى، فيبرأ من الشرك من الإشراك بالله عز وجل، ويسلم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما ذكره الشيخ في مفهوم الألوهية في شريعة الإسلام. إذا عندنا علم وعمل، وهذا الأمر
تجده مستمرا كما يقول العلماء ضاربا يعني مستمرا في كل الشريعة كلها قائمة على العلم والعمل. الكلام ذكرناه مرارا، علم وعمل. إذا تعلق الأمر بالله عز وجل فالأمر أشد. لا يمكن للعبد أن يحقق عبادة الله عز وجل إلا إذا عرف ربه سبحانه وتعالى. ومن لا يعرف الله عز وجل لا يمكن أن يتعبد بالله، لأنك بمعرفتك لله ستعرف ما أمر به الله وما نهى الله عنه وما يحبه الله وما يسخط الله عز وجل وهكذا. فينتج عن ذلك أنك تفعل ما يحب وتجتنب ما يسخط، وتفعل ما يرضى عنه وتجتنب ما يكره، وتفعل ما أمر به وتجتنب ما نهى عنه. وهذا كله نتاج معرفة. أما الذي لا يعرف الله عز وجل فإنه لا يعرف شريعة الله سبحانه وتعالى. لهذا شوف حتى الناس في ألسنتنا يستعمل مثل هذا. أحيانا ينسبون الإنسان الذي هو مستهزئ في الحرمات لأنه لا يعرف الله، أنه لا يعرف ربه سبحانه وتعالى. ونعم، الإنسان الذي هو منهمك في محارم الله سبحانه وتعالى، مستغرق في معاصي الله عز وجل، لا يبالي بانتهاك الحرمات، فهذا في الحقيقة شخص لم يعرف الله عز وجل حق المعرفة. إذ من عرف الله عز وجل عظمه يستحيل الإنسان يعرف الله تبارك وتعالى معرفة حقيقية ثم لا يعظم رب العالمين، يستحيل، أو لا يحب الله سبحانه وتعالى، يستحيل. ثم إن عظم الله حق التعظيم وحب الله حق المحبة، خلاص وجد في قلبه ذلك المحبة، هذا التعظيم هو الذي يدفعك إلى الخضوع، وتلك المحبة هي التي تدفعك إلى الاتباع والانقياد والعمل. بس عندك المحبة القوي، طيب إن ضعف هذا، ضعف التعظيم في قلوبنا، ضعفت المحبة في قلوبنا بسبب ضعف معرفتنا بالله، ينتج عن ذلك ضعف انقيادنا، ضعف استجابتنا، عدم التزامنا بشريعتنا، عدم عملنا بأوامر الله سبحانه وتعالى. فهذا من هذا. لهذا هناك أصل عظيم لا بد أن نعرفه، وهو أنه لا بد علينا أن نقيس أعمالنا الظاهرة بأحوالنا الباطنة. أن نقيس أعمالنا الظاهرة بأحوالنا الباطنة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الباطن إن كان صالحا حقيقة فإن الظاهر لا بد أن يكون صالحا، لا بد أن يكون هناك توافق. إذا كان الإنسان يدعي بأنه مؤمن فعليه أن يعمل بأعمال أهل الإيمان. أما إذا قال عن نفسه أنا مؤمن والإيمان في القلب ونحو ذلك وأحب الله ويدعي مثل هذا، لكن في الواقع هو على خلاف هذا تماما، فترى مسرفا على نفسه بمعصية الله، فهذا بحكم الشريعة إنسان يعيش تناقض بين ما يدعيه وما يعيش. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله. فنحاسب أنفسنا على هذا. وكذلك في المقابل، إذا كان الإنسان غارقا في معصية الله عز وجل مسرفا على نفسه بالمعصية، فهذا ينبغي أن يكون مبشرا بالنسبة إليه، منبها بالنسبة إليه إلى خلل موجود في الإيمان. كأن هذا الحال يقول لك يا فلان راجع إيمانك، يا فلان راجع معرفتك بالله سبحانه وتعالى، يا فلان راجع علمك بالله عز وجل وتعظيمك لله ومحبتك لله. فيذهب الإنسان ليعالج هذا المشكل في حياته من أساسه. وهذا هو كما قيل قديما الطبيب الحاذق هو الذي يعالج الأمراض من أصلها، لا يتعامل مع الأعراض فقط. المرض عنده سبب وعنده عرض، الأعراض التي تظهر على الإنسان، آلام، حمى، كذا، الأشياء التي تطفو على السطح، تظهر في ظاهر الإنسان. فهناك ما يعالج الأعراض، هناك من يشتغل بعلاج الأعراض، لكن السبب لا يزال موجودا. فقديما قيل بأن الطبيب الحاذق هو الذي يفتش عن سبب المرض فيضع الأصبع على الداء كما يقال، فيذهب لعلاج السبب مباشرة. لماذا؟ ليقطع دابر المرض من أصله، مش ما يعاودش يولي هذا الحال. كذلك الأمر هذا في الأمراض الحسية، الأمراض لما بها الإنسان حسا في بدنه،
في الأمراض المعنوية ومنها المعاصي، المعاصي من جملة الأمراض. كذلك الحال أن حال الإنسان لا يصبح بمجرد ترقيع. قال والله يقول تبت مثلا توبة هكذا يعني توبة عابرة، أو أنه مثلا ربما يصلي ثم يترك ويظن بأنه على خير، أو ببعض الأعمال التي هي من أعمال الخير ويحسب نفسه بأنه يعني على الصراط المستقيم. لا، إذا أراد الإنسان أن يعالج هذا المرض في نفسه، مرض المعصية، يرجع إلى أصل هذا المرض. ما سبب هذا المرض؟ يرجع إلى أصله، فيجد أنه ضعف إيمان مثلا، ضعف تعظيم لله، ضعف محبة لله سبحانه وتعالى. فإذا عالج نفسه بذلك فإنه يصلح حاله بإذن الله عز وجل. كذلك من المسائل مسألة الحمد والملك، وأنهما متلازمان. حمد الله أي الثناء على الله عز وجل بجميل الأوصاف محبة وتعظيما. الحمد والثناء على الله بجميل الأوصاف محبة وتعظيما، وهذا ليس متوقفا على وجود نعمة، فإن العبد يحمد الله على النعم ويحمد الله على أسمائه وصفاته وعلى ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى، بخلاف الشكر. الشكر يكون في مقابل نعمة، الشكر يكون في مقابل نعمة، إنما يشكر العبد ربه لنعمة أسداها الله عز وجل وأعطاه إياه. لهذا هناك مقامان، مقام الحمد ومقام الشكر، والعبد يتقلب بينهما فيعطي حق هذا وحق هذا. في مقام الحمد يستحضر عظمة الله وكمال الله وجلال الله، فيثني على الله بما هو أهل له محبة وتعظيما. هذا شوف العلماء كيف يعرفون الحمد، يقولون الحمد والثناء على الله بجميل الأوصاف محبة وتعظيما، يعني الباعث لك على حمد الله وحبك لله وتعظيمك لله سبحانه وتعالى. العبد هنا استحضر عظمة الله عز وجل، استحضر جلال الله وكمال الله وجمال الله، وإذا استحضر نعم الله سبحانه وتعالى وما يتقلب فيه من النعم شكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعم. شكر الله باللسان ثناء وبالقلب اعترافا وبالجوارح عملا، بأن يجعل تلك النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل التي ذكرت في هذا الفصل في هذا الباب، وهي ما بنيت عليه عبادة الله عز وجل من القاعدتين العظيمتين وقد ثبت الإشارة إليهما، وهما كمال حب الله وكمال الذل لله سبحانه وتعالى، وهما ناشئان عن المحبة والتعظيم. لهذا قال بعض السلف الله عليه، قال روح العبادة الإجلال والمحبة. روح العبادة الإجلال والمحبة، عبادة يعني الأعمال التي نقوم بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أيا كان من صلاة أو غيرها، لها روح إن وجدت فيها كانت عبادة حقيقية، عبادة حقا، عبادة صحيحة تامة كاملة مقبولة. وإذا نزع منها الروح صارت كالجسد بلا روح، مجرد شكل ظاهر فقط يقوم به الإنسان. أي ما روح العبادة الإجلال والمحبة. الإجلال أي تعظيم الله، والمحبة أي محبة الله سبحانه وتعالى. ومقصود هذا الكلام أن العبد ينبغي أن يحرص في عبادته لله سبحانه وتعالى على استحضار معنى التعظيم ومعنى المحبة لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله يعني ترى في العبادات ما يدفعك إلى خاصة الصلاة، خاصة الصلاة متكررة في اليوم 5 مرات في هذا المعنى. أفعال الصلاة قد سبق معنا هذا، أفعال الصلاة كلها ذل وخضوع، كلها ذل وخضوع. أنت تقوم فلا تتحرك، لا تتحرك، ممنوع من أي حركة إلا ما أذن لك. تركع ترفع تسجد ترفع تسجد وهكذا ركعات محددة، لا تقول إلا ما أذن لك فيه.
من قراءة القرآن أو ذكر أو دعاء في موضعه، ليس لك أن تغير. يعني قال الدعاء مثلا هو في السجود، لا أنا أجعله مثلا في الركوع، أو أجعله في القيام والقراءة أجعلها في السجود، لا، ليس لك هذا، وإنما تفعل ضمن أشياء محددة. وهذا معنى الذل والخضوع، وهذا ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن التعظيم، لأن من عظم الله ذل له وخضع. وعلامة الذل والخضوع كمال الانقياد، الإنسان ينقاد، يفعل ما أمر به، يفعل ما طلب منه. فالصلاة تعلمنا معنى الذل والخضوع، أي بمعنى آخر الصلاة تعلمنا معنى استحضار عظمة الله. انتبه يا ابن آدم أيها المصلي، لما تكرر صلاتك 5 مرات تعلم من صلاتك كيف تعظم الله. كيف أعظم الله؟ بأن تذل وتخضع. طيب كيف أذل وأخضع؟ بأن تنقاد لله عز وجل فيما أمر وفيما نهى، فيما شرع، بأن تعمل بما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا في معنى التعظيم. المحبة، كيف نتعلم المحبة من الصلاة؟ أمرها ظاهر. أليس الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل ترك كل ما هو من شؤون الدنيا في وقت صلاته؟ حينما الإنسان يقبل على الله، حينما يأتي إلى أي صلاة كان، أليس يترك أمور الدنيا؟ يترك مصالحه، ولعله يترك شيئا ومن أحب الأشياء إليه. ربما يكون في تجارة وهي من أحب ماله مثلا، أو يكون مع أهله وهم أحب الناس إليه، أو مع صاحب له، أو مع والديه وهم أحب الناس إليه، لكن حال وقت الصلاة يذهب الله أكبر وينشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل؟ ترك محبة إلى محبة أعلى منها، وترك محبوبا إلى محبوب أعظم، وهذا كمال حب الله سبحانه وتعالى. علامة كمال حب الله سبحانه وتعالى أن العبد يقدم محبة الله على كل محبوب سواه، ويقدم ما يحبه الله على ما يحبه مما سواه. فهذا نتعلم فقط من الصلاة. الصلاة يعني بمثابة التكوين بالنسبة لنا، نتعلم فيها هذا التعظيم والمحبة. وربما كثير من الناس يغفل عن مثل هذا، يغفل عن مثل هذه الأسرار الموجودة في الصلاة. فهي تمرننا على معنى تعظيم الله، فنذل ونخضع وننقاد، وتمرننا على محبة الله، فنقدم محبة الله، وعليه مستعدون على أن نتنازل على كل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، مستعدون على أن نقدم محبة الله سبحانه وتعالى ولو على أنفسنا. هكذا تعلمنا الصلاة. لكن الناس بعد ذلك يختلفون. من أدرك هذه الحقيقة عملت فيه الصلاة عملها فيتغير. ولعل هذا السر الذي تجده في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف تغير حالهم، وكيف كانت تضحياتهم، وكيف كانت أعمالهم. والسبب في ذلك أنهم كانوا يحسنون في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كانوا يحسنون في القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليس بعيدا عن ما ذكرناكم به في خطبة الجمعة في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فمدحهم الله عز وجل بالتواضع والوقار والسكينة وهذا الخلق الجميل الذي هم عليه بسبب ماذا؟ بسبب سجودهم، بسبب صلاتهم. إذن الصلاة هي التي أثر فيهم هذا الخلق، وعليه فهؤلاء قد تعلموا من الصلاة ما جعلهم عبادة لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. وكذلك حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة كانت من أحب الأعمال إليه، وكان يوصي بالاكثار منها. وشوف النصوص التي جاءت في الصلاة، في الأمر بالصلاة. دعك من الصلوات الخمس، وذلك أمر ثابت يقينا كتابا وسنة، ما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الصلوات. النوافل المطلقة، النوافل المقيدة المحددة كالرواتب مثلا، صلاة الضحى، الصلاة بين العشاءين، مغرب العشاء، قيام الليل وترغيبه في ذلك، وهكذا. وما كان من فعله صلى الله عليه وسلم في عدم تركه للوتر مثلا،
وعدم تركه لصلاة الضحى وما كان يلازمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لحاله في بعض الأوقات كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا يدلنا على أن للصلاة أثرا خاصا في حياة الإنسان، وأن الإنسان إذا التزم بصلاته فإنه لا بد أن تترك فيها أثرا، وأن من ترك صلاته فإنه يعيش الحكمة في حياته. يعني مبدأ الضلال بترك الصلاة عندنا، هذا مبدأ الضلال، فلا يمكن للإنسان أن يهتدي في حياته. لكن ما دام الإنسان مستمسكا بصلاته فإنه بإذن الله عز وجل سيرى طريقه بينة واضحة أمامه. فإن أدرك معاني الصلاة، استحضر تلك المعاني في الصلاة، كان الأثر أشد، وكان المعنى في نفسه أعمى، وكان عمله أسد، يعني أكثر صلاحا وأكثر سدادا. فتفاوت الناس في الأعمال في حياتهم فيما يقربهم إلى الله إنما بحسب تفاوتهم في صلاتهم، لها ارتباط عجيب في حياة الإنسان. إذن هذا مثال فقط لعبادة من العبادات، وهناك أمثلة أخرى. طبعا لو تكلمنا عن الزكاة نجد مثل ذلك، والصيام نجد مثل ذلك، والحج نجد مثل ذلك. أركان الإسلام هذه كلها تمثل هذه الحقيقة، وهي أن العبادة قائمة على قاعدتين أساسيتين: كمال الحب لله مع كمال الذل لله، محبة وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وكذلك أشار الشيخ إلى مسألة استقامة القلب، وأن القلب لا يستقيم إلا بتعظيم الله وبمحبة الله. وإن كان الشيخ لم يذكر المحبة وإنما ذكر التعظيم فقط، وهذا الكلام استفاد من ابن القيم رحمه الله عليه حينما تكلم عن صلاح الإنسان بصلاح قلبه، وأن هذا القلب لا يستقيم إلا بأمر قلب الإنسان. جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. في الحديث الآخر أن الجوارح تقول ذلك في اللسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقد سبق معنا الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله. بما يستقيم القلب، بما يصلح القلب. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، يستقيم بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمر الله، تعظيم أمر الله ونهيه. تعظيم الله ليس مجرد ادعاء، وإنما أن نعظم الأمر والنهي. وعلامة تعظيم الأمر والنهي، علامة تعظيم الأمر والنهي أن لا تعارض ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، وأن تبادر إلى ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأن لا تتحايل في ترك ما أمر أو فعل ما نهى. هذه علامات التعظيم الأمر والنهي. قضية متعلقة بعلاقتك بحالك في امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به. والأمر الثاني هو تقديم محبة الله ورسوله على كل محبوب، أن تقدم ما يحبه الله وما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام على كل محبوب. وقد جاء في الحديث: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال: يعمل أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية حتى من نفسه. وجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وهنا كما يقول العلماء عمر عبر عن شيء طبيعي في الإنسان جبلي، الإنسان يحب نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابن الخطاب حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. قال عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. كيف هذا؟ عمر عبر في أول الأمر عن طبيعة الإنسان،
هذه الصراحة اللي كان عندها الصحابة، ما كانوا شيء داعي، كان عندهم ما يسمى بالتجرد، يعني عندهم تجرد يخبروا بما في نفسه. فقال يا رسول الله تأخذ إليه من كل شيء إلا من نفسه، هذه المسألة هذه. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما هو من شرع الله، هذه المحبة محبة شرعية. فقال لو لا يا ابن الخطاب مشيئة المحبة الكاملة ليس هو الكمال، إذا أردت الكمال يا عمر فلا بد أن أكون أحب إليك حتى من نفسك، هذا الذي جاء به شرع الله عز وجل. فقال عمر الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. طيب كيف الآن تغير عمر؟ ماذا فعل عمر؟ قدم الشرع، قدم حكم الشرع على حكم النفس، قدم الأمر الشرعي على الأمر الطبيعي الذي هو من طبيعة الإنسان، وجعل الشرع حاكما على طبعه، على نفسه، على هواه. وهذا الذي جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث جعله كثير من العلماء على معنى قول الله عز وجل فلا مما قضيت ويسلم مسلم، يعني لا يتم إيمانهم إلا إذا تغلبوا على أنفسهم. شوف لي هذا الحكم، أنت عندك حرج، لا قضى به رسول الله، إذا أنفي الحرج من نفسك، يعني تكره نفسك على الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، وتكره نفسك على محبة ما يحبه الله ومحبة ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشريعة جاءت بهذا الكمال، نعم جعلت للإنسان مساحة ما يتعلق بنفسه، راعت الأمور نفسية. الإنسان يحب أشياء كثيرة، يحب نفسه وجداه، يحب ماله وأهله وولده مسكنه وتجارته، يحب عشيرته وإخوانه، هذه جوانب نفسية طبيعية جبلية في الإنسان خلقت معه. لكن عندنا أمور شرعية، من الأمور الشرعية أنه إذا تعارضت هذه المحبة مع محبة الله ورسوله أو ما يحبه الله ورسوله قدمت محبة الله عز وجل. ثم إن من الأمور الشرعية أيضا أن الشريعة أمرتك بأن تجعل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة حتى وإن كانت نفسك، يعني حتى في أشد الأشياء جعلت لك هذا المجال للمجاهدة حتى يظهر التفاضل بين الناس. ما يقولش قائل كيف يأمرنا الشرع بشيء موجود في نفوسنا أن نتصارع مع أنفسنا، هذا باب مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من ذلك مثلا وأحضرت الأنفس الشح، وقال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنت نفسك أحضرت الشح، الإنسان فيه حرص، الإنسان فيه بخل، فيه إمساك، يقول ابن آدم مالي مالي، فيه إمساك، فيه حرص، فيه شح. طيب أنرضى بمثل هذا ونقول خلاص يعني الله خلقنا على مثل هذا وجبلنا على الشح، ما علينا من لوم، لا نلام في ذلك. لماذا؟ لأن الله خلقنا، لا، الله جبلنا على مثل هذا ابتلاء واختبارا فنستجيب لهوى النفس أم أننا نقدم الشرع ونغلق أنفسنا ونرغم أنفسنا على اتباع الشرع لا على اتباع الهوى. هذا هو الصراع الذي يعيشه الإنسان، وهنا يظهر التفاضل بين الناس. ومن كان يحضر معنا الدروس السابقة قد سمع منا ما ذكرنا بأن من أعظم مقاصد الشريعة التي جاءت بها، من أعظم مقاصد الإسلام أنها جاءت بهذه الأحكام الشرعية، العقيدة والأخلاق والأعمال والحلال والحرام، لإخراج الإنسان من داعية الهوى، ما يكونش الإنسان أسيرا لهواه، بل لجعل الإنسان عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، يعني يكون هو باختياره ينقاد لأمر الله ويقدم أمر الله سبحانه وتعالى. فجبلنا على الشح والبخل، لكن أمرنا باتقائه ووعدنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عليك أن تتقي وتجاهد نفسك في ذلك. وجاء في الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث وقفنا معه مرارا، 3 منجيات و3 مهلكات، قال فأما المهلكات فشح مطاع، شح مطاع، يعني العيب ليس في وجود الشح، هذا جبلت عليه، لكن العيب أين هو؟ في طاعتك للشح، وبالإمكان أن تخالفه.
يعني كان إمكانية أنك تخالفها، يعني أنت أمير نفسك، هذا شيء موجود، لكن أنت ممكن تخالف نفسك ما تأمرك به من الشر فتعمل على خلاف ما تأمرك به نفسك. قال شرح المطاع وهوى المتبع، هوى المتبع الإنسان له هوى، والهوى ما يميل إليه الإنسان. الهوى اسم لما يميل، عندك ميول لبعض الأشياء تهواها تحبها. طيب هل هذا عندك الإنسان؟ ليس عيبا في حد ذاته. الإنسان جبل على أنه يهوى أشياء، يميل إلى أشياء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه أشياء زينت في نفوس الناس. لكن متى يكون الإنسان ملاما في هذا؟ متى يكون مخطئا مذنبا؟ إذا اتبع هواه. إذا اتبع هوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. كذلك إعجاب الإنسان من طبعه أنه تعجبه نفسه، يشوف تعجبه ويرى نفسه، خاصة إذا كان هناك أسباب من علم، من مال، من جاه، من سلطان، أسباب، فهذه تكون مقويات تقوي إعجابه بنفسه. إن استجاب لهذا الداعي، داعي النفس وهو داعي العجب، هلك به، هلك. لكن إن جاهد نفسه على هذا ولم يتبع نفسه في هذا الباب، وجاهد نفسه على أن يكون متواضعا هاضما لحق نفسه، وألا يرى نفسه خيرا من غيره، بل يرى نفسه وغيره من الناس على حد سواء، بل يتهم نفسه ويقول لعل في الناس من هو أفضل مني يقينا، ويتهم نفسه بكثرة الخطأ والزلل، ولا ربما يحدث نفسه بالهلاك بين يدي الله، عدم النجاة، عدم معرفة العاقبة. فهذا نوع من الجهاد يتجاوز هذه العقبة، عقبة النفس. والمقصود من هذا الكلام أن هناك بعض العقبات موجودة في النفس، بعض العقبات موجودة في النفس قد لا ننتبه لها، قد لا نراها، لا نشعر بها، والسبب في ذلك ضعف معرفتنا بأنفسنا. يعني الإنسان يعرف شعره لا يعرف نفسه. المقصود أنه لا يعرف نفسه، يعني ما يعرفش الجوانب المظلمة في نفسه. ممكن الإنسان فيه حسد هو شيء فرضه عادي، يعني لا يبين، فيه بخل ويرى نفسه إنسان عادي، وفيه عجب، وربما فيه كبر، وربما فيه غل، وربما فيه حقد. هذا فيه هو ولا يعرف نفسه. هذا مسكين. لماذا؟ لأنه سينقاد وراء هذه الآفات حتى تهلكه والعياذ بالله. أما الذي يعرف نفسه يعرف أن فيه حسنة، أو ربما في قلبه شيء من الغل والبغض لإخوانه، أو ربما لديه شيء من الحمل، أو ربما يعاني من داء العجب والكبر ونحو ذلك، فهذا وضع أول خطوة في طريق الصلاح والإصلاح، وهذه علامة خير أنه يعرف نفسه. طيب ما الذي ينبغي أن يكون بعد ذلك؟ أن يسعى في إصلاح نفسه. قال في داء الحسد كيف أزيله، في داء العجب كيف أزيله، فيبحث عن العلاج. لكن هذا لما عرف نفسه، لما كان فقيها بنفسه، أمكنه أن يتجاوز تلك العقبة. أما الذي لا يعرف نفسه يبقى غارق في ذلك الداء، ولربما يعمل أعمال كثيرة لكن يكون ذلك الداء وحده سببا في هلاكه. شوف في صلاة يصوم يزكي يفعل أشياء كثيرة، وإذا رأى الناس قالوا ما شاء الله، لكن عنده مشكلة أنه فيه كبر، يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، في قلبه كبر. هذا قد يكون سببا في حقوق أعماله، في ذهاب أعماله إليه، ويبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى من المتكبرين. تشوف في ظاهرين تقول هذا سيبعث من الصالحين المخبتين، ولا يبعث من المتكبرين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا كلام مخيف جدا، الصحابة خافوا لما سمعوا هذا الكلام. فقال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب
أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، فإن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي ردها، وغمط الناس أي احتقارها. فأحيانا الإنسان يجني على نفسه، يعمل مثلا أعمال كثيرة لكن عنده داء الرياء، يحب الشهرة مثلا، يحب المال، يحب الناس يثنيوا عليه. هذا مرض أيضا، ولم ينتبه لهذا الحال، لم ينتبه لهذه العقبة النفسية الموجودة عنده. طيب لم ينتبه إذا سيسحب إليها، ما زال في ذلك المرض، لا يزال مريضا في ذلك المرض، لم يتعافى منه. هذا قد يكون سببا في حبوط أعماله، وقدمنا إلى ما عمل من عمله فجعلناه هباء منثورا. مثل حال الرجل الذي ذكرناه في خطبة الجمعة الذي كان يقاتل ولا يدع شابة ولا فاة إلا اتبعها في قتال المشركين. لما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أعجبوا بحاله وقالوا: ما أجزاء منا أحد كما أجزاء فلان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو في النار. أنه رجل كان يعني في الميدان يقاتل من؟ يقاتل المشركين، زيد ويبذل جهدا كبيرا في قتاله، لا يدع شاذة ولا فاذة، يعني ما كانش واحد يجوز عليه هكذا ويسلم، لا بد أن يصيبه، لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه. فأحد الصحابة قال: إني لصاحبه، سألازمه، سأعرف قصته وحكايته هذا الذي نحن تعجبنا من حاله ورأينا حاله وربطناه بهذا الحال، ورجونا أن نكون مثله وأن نعمل مثل عمله، ثم نسمع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هو في النار. فلزمه واتبعه كما الحديث، فرآه على حاله يقاتل ويقتل ويضرب، لكن أصيب بالمرض فلم يصبر عليها، فغرز سيفه في الأرض، حمل نفسه على سيفه فقتل نفسه. يعني ختم هذا العمل بماذا؟ بقتل نفسه. ليس هناك ليست العبرة هنا، لكن العبرة فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار. فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، يظهر للناس أنه من أهل الصلاح، من أهل التقوى، ولربما يغلب على ظن يقول هذا فلان خلاص أو ناجم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يعلم أن به داء لا يزال كاملا في نفسه، لم يجاهد نفسه في ذلك الداء ولم يزله، ومن ذلك الرياء. والعلماء يسمون هذا الحديث الذي ذكرته الآن فيما يبدو للناس في مسألة من يعمل من غير إخلاص، من يعمل لأجل إظهار عمله ويعمل رياء، بمعنى أن هذا الإنسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار. مشكلته أنه رجل مرائي، رجل يحب أن يظهر حاله أمام الناس، وهذا نوع من الأمراض التي تكون في النفس عياذا بالله. فإذا لم ينتبه لها الإنسان ولم يتجاوز هذه العقبة ولم يجاهد نفسه فإنه سيهلك عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهناك عقبات نفسية، هذه العقبات إن تجاوزناها سلمنا، وإن لم نتجاوزها ولم نعرفها ولم نكن فقهاء بأنفسنا فإنه لا يمكن أن نتجاوزها، بل تكون سببا في هلاك. هذا جوابا لسؤال قد يطرح: لماذا هذه الأشياء موجودة في نفس الإنسان والشرع يأمرنا بخلافها؟ نقول: يظهر تفاضل الناس، يظهر تفاضل الناس. شوف الناس يعملون أعمال ظاهرة لكن بما يتفاوتون؟ الناس لا يتفاوتون بالأعمال الظاهرة، الأعمال التي نراها نعدها أشحال سنة أشحال سنة أشحال سنة أشحال ثلاثة. الناس يتفاوتون بالأعمال القلبية. إن في ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، شدة تسليمه للنبي عليه الصلاة والسلام.
لأن مسألة المحبة قائمة على بلوغ الكمال فيها، وبلوغ الكمال فيها أن يقدم المسلم محبة الله عز وجل على كل شيء، كذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقدم محبة الله عز وجل محبة النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه كما جاء في حديث عمر الذي ذكره. الشيخ ذكر عبارة جميلة هنا تأكيدا على ما ذكرنا في مسألة أن الناس لا تتفاضل بكثرة الأعمال، وإنما تتفاضل بأعمال القلوب، وطائفة كثيرة من الناس ربما لا ينتبهون لهذه الأعمال، يهتمون بالظاهر فقط، يهتمون بالأعمال الظاهرة، ما يعملون بجوارحهم بأيديهم وألسنتهم، ويغفلون عن أساس هذه الأعمال وهو القلب وما فيه من المحبات، تعظيم، الإخلاص، الخوف، الرجاء ونحو ذلك، التوكل وهكذا. يقول الشيخ رحمه الله عليه قبل أن نقرأ هذه العبارة، يقول: واستقامة القلب تكون بتعظيم أمر الله ونهيه، فإن الله ضم من لا يعظمه ولا يعظم شريعته. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون عظمة لله تعالى أو عظمة الله تعالى. وكذلك نضيف إلى هذا لأن استقامة القلب أيضا تكون بتقديم محبة الله ورسوله على كل محبة، ومحبة ما يحبه الله ورسوله على كل ما يحبه الإنسان، فهو معنى تعظيم الله عز وجل وتعظيم أمر الله ونهيه، وكذلك محبة الله ومحبة ما يحبه الله وتقديمه على كل شيء. قال: والمؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. هذا سبيل معرفة الله، هذا خلاصة لكل ما سبق. قلنا لا يمكن للإنسان أن يعرف ربه إلا من خلال الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذه الرسالة؟ موجودة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا سبيل إلى معرفة الله إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لطاعته وطاعة أوامره، عندئذ يكون صاحبها متعظما من الأمر. مقتضى هذه الرسالة هي طاعة الله عز وجل. مضمون هذه الرسالة خطاب للناس: أيها الناس، هذا خالقكم، بارئكم، مصوركم، خالق السماوات والأرض، خالق الخلق أجمعين، يعلمكم، يأمركم، ينهاكم، فامتثلوا الله واجتنبوا نهيه واعملوا بشريعته والتزموا حدوده، ولا تخرجوا عن سبيله وصراطه الذي بين، ولا عن اتباع رسوله الذي أرسل. هذا مقتضى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام التي جاء بها عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك رسل الله عز وجل جميعا جاءوا في هذا، ونحن فيما سبق لنا الحمد لله بأيام الله لخصنا كما ذكرنا في ذلك الوقت مضمون الوحي ومضمون الرسالة. وقلنا الرسالة التي جاء بها الأنبياء جميعا والرسل جميعا، والوحي الذي أنزل على الأنبياء جميعا مضمونه أمران. المضمون بتاعه أمران: أخبار تصدق وأحكام تطبق، تصديق وعمل. هذا مضمون الوحي. إذا سئل المسلم طيب ما الذي يوجد في إسلامكم، في دينكم، في هذا الوحي الذي نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هناك أشياء أخبرنا الله بها واجب علينا تصديقها وأنها حق يقينا لا شك فيها ولا ريب. ما أخبر الله به عن نفسه، ما أخبر الله به عن خلقه، ما أخبر الله به عما مضى، عما يكون، عما سيكون، عن زوال الدنيا وعن أمر الآخرة، كل هذه الأخبار نصدق بها كما جاءت، هذا من مراد الله عز وجل. وأمر آخر أحكام أنزلها الله، فيها الأوامر والنواهي، فيها الحلال، فيها الحرام، فيها الشريعة، فيها القضاء. هذه
يجب علينا أن نعمل بها، أن نطبقها. إذا مضمون الوحي والرسالة أخبار تصدق وأحكام تطبق، وهكذا جاء الرسول ذلك. لهذا قال الشيخ قال ومقتضاها أي مقتضى الرسالة الانقياد لطاعته وطاعة أوامره عند معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى وعلمه بالله من خلال كتابه، وانقياده وطاعته لأوامر الله عز وجل من خلال العمل بكتابه. عندئذ يكون صاحب هذا التعظيم العارف بالله العامل لله، يكون صاحب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتسليم. وهذا الذي جاء في قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. وقلنا هذه الآية نزلت بعد ماذا؟ ذكرنا هذه المسألة سابقا. جاء في حديث أبي هريرة أنه لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجثوا على الركب، نزلوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله كلفنا بالصلاة وكلفنا بالصيام وبالجهاد وقد أنزل عليك التي لا نطيق. وهذا يدخل ضمن ما ذكرناه عن عمر مسألة التجرد، أنهم يدخلون حالهم كما هو، يعني لا يغترون بحالهم ولا يظهرون صورة من أنفسهم كأنهم السقف العالي وهم يعلمون بأنهم يعني عندهم خلل. جاءوا صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت الصلاة صلينا، نزلت الصيام صمنا، الجهاد جاءنا، أنزل عليك التي لا نطيق يا رسول الله لا نطيقها، فأدبهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وعصينا. هكذا أدبهم النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم تلقيتم الخبر من الله، سمعنا أي وعلمنا، فهمنا مراده وأطعنا استجبنا لأمر الله سبحانه وتعالى. وقال القوم هذا الأمر واستجاب الصحابة لهذا. يقول أبو هريرة فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم سهل عليهم أنزل الله عز وجل قبله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه شهادة بماذا؟ بالإيمان. بل شهادة بالإيمان بعد ماذا؟ بعد الاستجابة والانقياد. هم لم يكذبوا، هم مصدقون بأن الله هو الذي أخبر بما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم. يعني ليس عندهم شيء بأن قائل هذا هو الله وأن المخبر بهذا والله الذي حكم بهذا هو الله، هم مصدقون بهذا. لكن الخلل أين وقع؟ الإشكال أين وقع؟ أنهم لم يحسنوا في الاستجابة، فصحح لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استجابوا حق الاستجابة نزلت شهادة بالإيمان للصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك الحال في هذا الكلام، أن الإنسان إن عرف الله عز وجل حق المعرفة وصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به وعمل بما أمر الله وانقاد بشريعة الله عز وجل فإنه حينئذ يكون من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والإسلام. هنا يشهد لك بأنك مؤمن. قالت الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. شوف، أرشد الله عز وجل إلى ما به ثبات الإيمان، بدل أن تشتغل بالادعاء تقول خلاص أنا مؤمن، لا، أنت تأتي بأعمال الإسلام، لا تشهد على نفسك بهذا. إن أردت أن تكون في منزلة أهل الإيمان، في المنزلة العالية عند الله عز وجل، اشتغل بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يرفعك إلى هذه الدرجات العالية عند الله، ويكون لك مشهودا بالإيمان، تكون مشهودا عند الله عز وجل بالإيمان في أعلى المراتب، لا عند نفسك وعند الناس. إن شهادتك لنفسك لا تغني وشهادة الناس لك لا تغني، وإنما الذي يغنيك هو شهادة الله عز وجل، أن يشهد لك عند الله سبحانه وتعالى بأنك مؤمن حقا. قال يشهد له بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق، تصديق وعمل. ثم قال الشيخ هذه العبارة التي
أحببنا أن نركز عليها. قال: ويجب على المسلم أن يعلم أن تفاضل الأعمال عند الله تكون بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص وتوابعه، وهذا العمل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا. تفاوت الناس، منازل مختلفة، المراتب مختلفة عندهم، درجات مختلفة عند الله، تكون بسبب تفاضل ما في القلوب، ما في هذه النظرة من الإخلاص واليقين وما إلى ذلك من هذه الأعمال القلبية العظيمة التي ترفع العبد عند الله عز وجل درجة. هذا أحببنا أن نزيد بيانه، لأننا في ختمنا لدروسنا الماضية كنا قد وقفنا سريعا مع هذه المسائل، أحببنا أن نعود إليها مذكرين بها، وكذلك مركزين نوعا من التركيز في هذه المعاني التي نسأل الله عز وجل أن تصبغ بها قلوبنا وتسكن نفوسنا، وكذلك أن تكون دافعا لنا لله سبحانه وتعالى لمزيد من الصلاة والتقوى والاستقامة. إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.